هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، وفي الأوقات من 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند. صوت المنتدى على مدى 24 ساعة في القمر الصناعي النايلسات ب8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 للاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. أهلا ومرحبا بكم والسلام عليكم مستمعي ومستمعاتي الأكارم. هذا أنا صلاح محمد زين أحييكم عبر أثير إذاعة المنتدى، وأصحبكم في ساعة يوم الأربعاء 21 من أكتوبر، والتي سأستهلها كالمعتاد بنشرة الأخبار، ثم تعليقا على بيان وزارة الإعلام التابعة للعصابة الحاكمة في أسمرة حول جريمة الاغتيال البشع الذي تعرض له لاجئ إريتري في بئر السبع. ونقدم لكم الجزء الثاني للحوار الذي أجرته الزميلة آمال علي مع الأستاذ حاج عبد النور رئيس المكتب المركزي للمجلس الوطني الإريتري. كما يسرنا في المنتدى الإريتري للحوار أن نتقدم من الشعب السوداني الشقيق بأحر التهاني الثورية بمناسبة مرور الذكرى 50 للهبة الشعبية في 21 من أكتوبر عام 1964. وقتا طيبا ومتابعة مفيدة. المجد للآلاف تهدر بشوارع كالسيول، يدب زاحفها إلى الكف والظلم الطويل. المجد للآلاف تهدر بشوارع كالسيول، يدب زاحفها إلى الكف والظلم الطويل. المجد للثوار، المجد للثوار، مجد للإصرار، مجد للشهداء، مجد للشرفاء، مجد للشهداء، مجد للشرفاء، للموت الكريم. الثورة انطلقت، ثورة انطلقت، ثورة انطلقت، شعارات ترددها القلوب. ثورة انطلقت، ثورة انطلقت، ثورة انطلقت، شعارات ترددها القلوب. الثورة الحرية الحمراء شمس لا تغيب، الثورة الحرية الحمراء شمس لا تغيب. الثورة التطهير يرجع هيبة الحكم السليم. الثورة التحرير للثوار من كل الشعوب. الثورة الإيمان قاد الشعب في اليوم الرهيب.
صوت المنتدى. نشرة الأخبار أستهلها بأبرز العناوين: مقتل إريتري بطريقة همجية في بئر السبع بفلسطين، اجتماع سري لقيادات من الجيش والحزب، استمرار عمليات اختطاف الإريتريين من السودان بالتواطؤ مع أجهزته الأمنية، أنباء عن عمليات تهريب واسعة للعملات الأجنبية من البلاد، تواصل عمليات هروب الرياضيين من إريتريا. إلى التفاصيل. أظهرت مقاطع فيديو نشرت على الإنترنت قيام عدد من المستوطنين الإسرائيليين بسحل وركل اللاجئ الإريتري هابتوم زرعو في بئر السبع، مما أدى هذا العمل البربري والهمجي إلى وفاته لاحقا متأثرا بجروحه. وحسب مقاطع الفيديو فإن المستوطنين اليهود قد انهالوا بشكل هستيري بالركل والضرب على اللاجئ الإريتري، وألقوا عليه الكراسي وهو ممدد على الأرض بعد إصابته برصاص شرطي اعتقد أنه أحد الفلسطينيين اللذين نفذا الهجوم في محطة الحافلات المركزية في مدينة بئر السبع جنوب فلسطين. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المتحدثة باسم الشرطة قولها إن الضحية كان واقعا بالفعل على الأرض ولا يشكل أي خطر عندما تعرض للضرب والركل المبرح. من جهتها أصدرت العصابة الحاكمة في إريتريا تصريحا صحفيا مقتضبا باسم وزارة إعلامها خلا تماما عن الاحتجاج لمقتل مواطن إريتري بصورة بربرية وهمجية على يد الإسرائيليين. واكتفت العصابة بالتعبير عن انزعاجها وإدانتها لجهات لم تسمها لاستخدام هابتوم وعشرات الآلاف من الشباب الإريتري لأغراض سياسية حسب منطوق التصريح. كما تجاهلت العصابة في غمرة استغلالها الرخيص للفاجعة أن تتقدم بالتعازي ومواساة عائلة المقتول هابتوم زرعو. أوقفت إدارة الجوازات والهجرة والجنسية منح تأشيرات الخروج للمواطنين المقيمين داخل إريتريا، وحصرتها فقط للإريتريين القادمين من الخارج، وذلك بأمر داخلي مؤقت حسب التعميم الذي وزع لكافة فروع إدارة الجوازات والهجرة والجنسية في كل الأقاليم. ووفق التعميم المذكور يأتي هذا الوقف الفجائي لمراجعة التأشيرات الممنوحة في الفترة السابقة، حيث أن كثيرين من موظفي هذه الإدارة تعرضوا للاعتقال بتهمة التورط في استغلال الموقع الوظيفي ومنح تأشيرات خروج لغير المستحقين نظير عائد مالي ورشاوي باهظة. ويذكر أيضا أن قرارات إدارة الجوازات والهجرة والجنسية كانت متخبطة فيما يخص تحديد الشروط التي يجب أن يستوفيها طالبي جوازات السفر أو تأشيرات الخروج، وليس مستغرب أن تأتي بقرار فجائي بهذا الخصوص. ضمن أجواء الفساد الإداري والمالي الذي اجتاح إريتريا في مختلف المجالات والمستويات، أقدمت إدارة إقليم القاش وبركة على بيع مولدات كهربائية وأدوات وآليات زراعية وآلات عزف موسيقية ومكبرات الصوت، كانت قد استجلبت بناء على تقديرات ومطالب تؤكد حاجة الإقليم لها، وتم البيع بقرار من حاكم الإقليم تحت بند التخلص من الفائض. والمثير للاستهجان أن المشترين كانوا كبار مسؤولي إدارة الإقليم، كما تم تسريح فرقة المارشات التشريفية التابعة لإدارة إقليم القاش وبركة بحجة أن الإقليم ليس في حاجة لمثل هذه الفرقة بعد أن بددت مئات الآلاف من ميزانية الإقليم في سبيل إعداد هذه الفرقة وشراء الأدوات اللازمة لعملها. استمرارا في محاولاتها لخداع أفراد قوات الدفاع الإريترية، عقدت عصابة أسمرة في 15 من هذا الشهر اجتماعا سريا في بلدة إمباتكلا جمع كبار مسؤولي ما يسمى بالجبهة الشعبية الديمقراطية والعدالة وقادة من النافذين في قوات الدفاع. وأفادت مصادر إذاعة المنتدى بأن الاجتماع قد شارك فيه كل من قائد هيئة الأركان الفريق فيليبوس والدا يوهانس، ومسؤول الشؤون الاقتصادية بالحزب حاجوس كيشا، والمسؤول الأمني للمنطقة العسكرية الأولى العقيد يوناس،
وقائد الفرقة العسكرية الخاصة المعروفة بفرقة الساعقة العقيد حدش إفريم والعقيد إسحاق، حيث هدف إلى تلميع صورة الحكومة بين أوساط منتسبي قوات الدفاع التي تشهد علاقاتها تباعدا ملحوظا يصل إلى حد التنافر منذ سنوات ليست بالقليلة، وذلك عبر تقديم الوعود الجوفاء التي لا تستند إلى الواقع، والعمل على الحد من ظاهرة الكراهية التي أصبح يجاهر بها أفراد قوات الدفاع ضد حكومة مجموعة السياس، وتغييرها بما يلائم أحكام القبض الحديدية السائدة في البلاد. كما اتخذ اجتماع أمباتكلا من بند الطلاب المنخرطين في قوات الدفاع من مدرسة وارساي كالو الثانوية بساوة محورا أساسيا في نقاشاته، حيث أمن على ضرورة زيادة المنخرطين منهم في القوات المقاتلة وتضليل كل الصعوبات من أجل تنفيذ هذا البرنامج، في إشارة توحي للتقليل من الدور التعليمي لمدرسة ساوة في المراحل القادمة، وحصر مهامها في التدريب والتأهيل العسكري والاستمرار في جعلها مفرخة للانحطاط الأخلاقي والقضاء بشكل منهجي على دور الأسرة في تربية النشء. وفيما يخص الأسطوانة المكررة والمشروخة بشأن زيادة رواتب أفراد قوات الدفاع وتوزيع الأراضي السكنية عليهم، فضل المجتمعون تجاوزها بحجة إجراء المزيد من الدراسات حولها تفاديا للصعوبات التي تفرزها النقاشات في مثل هذه الموضوعات، وتهربا من مسؤولية البت فيها، بحكم أن خيوط اللعبة تحاك دائما في مكتب رئيس العصبة. وتذهب مصادرنا إلى أن اشتراك حاغوس كيش المعروف بولائه لرأس العصبة وامتلاكه لمفاتيح الاقتصاد الوطني في هذا الاجتماع كان الهدف منه توضيح رغبة إسياس في استمالة قادة الجيش لكي يعملوا على تقريب المسافات المتباعدة بينه وبين أفراد قوات الدفاع الإريترية. وتشير مصادرنا أن نشاط مسؤول الشؤون الاقتصادية بالحزب في الوقت الحالي ينحصر في تقديم الرشاوي والحوافز للقادة العسكريين بغرض ضمان ولائهم والقضاء على الحراك الداخلي الذي بدأت تتضح معالمه لعامة الشعب في هذه المرحلة الحساسة من تاريخنا. اختطفت أجهزة أمن إسياس يوم السبت الماضي المناضل يحدقو أملسوم الموظف بقسم الخرائط والمعلومات في مكتب الرئيس من مكان إقامته بالعاصمة السودانية الخرطوم، التي ظل يتلقى فيها العلاج بمستشفى رويال. وأكدت مصادر إذاعة صوت المنتدى من الخرطوم أن عملية الاختطاف تمت بالتعاون بين المختطفين واثنين من أجهزة الأمن السوداني كانا يستغلان دراجتين ناريتين، بينما كان المختطفون يستغلون سيارة لاند كروزر تحمل لوحة أرقام إريترية. هذا ولم تستبعد مصادرنا أن تكون لعملية الاختطاف علاقة بالاعتقالات والاختفاءات التي تشهدها إريتريا في الوقت الحالي، والتي أصبح ذوي الرتب العليا والوسطى هدفا رئيسا لها. ويذكر أن التعاون بين الجهازين الأمنيين في إريتريا والسودان بصفة عامة والأجهزة الأمنية الإريترية وفروع الأجهزة الأمنية السودانية بولاية كسلة على وجه الخصوص قد بلغ ذروته في هذه الآونة، حيث تشهد المدن السودانية المتاخمة للحدود مع إريتريا عمليات اختطاف مستمرة تطال الإريتريين الهاربين من سوء الأوضاع في إريتريا، وذلك بالتعاون مع أفراد ومسؤولين في الأجهزة الأمنية السودانية التي يستشري بين صفوف منتسبيها الفساد بكل أنواعه. مواصلة لسلسلة البيع التدريجي للأراضي السيادية الإريترية، وبالرغم من تشدق المتحدثين الرسميين بأن سواحل وجزر إريتريا ليست للبيع والإيجار، قامت العصابة الحاكمة بتسليم جزيرة حملاي داسيت الواقعة شرقي مصوع بحوالي 30 ميلا بحريا لوحدات تابعة لوزارة الدفاع القطرية، بعد أن أخلت الجزيرة من السكان وأجبرت أصحاب الفنادق على مغادرة الجزيرة فورا، وبينهم مواطن إريتري من أصول إيطالية كان قد أنشأ منتجعا سياحيا كبيرا في الجزيرة بكلفة فاقت $500,000. هذا وقد تم تنفيذ قرار الإخلاء القسري يوم الخميس والجمعة الأول والثاني من أكتوبر الجاري. وفي سياق متصل تقوم مفارز هندسية مدنية وعسكرية من دولة الإمارات ببناء ميناء خاص في مرسى مكعكع على الشمال من مدينة عصب،
وتجري عمليات تعميق المرابط وبناء الأرصفة ونصب الرافعات بواسطة خبراء من القسم الهندسي بالجيش الإماراتي بمعاونة مختصين من شركات إنشاءات احترفت تنفيذ مشروعات البناء الساحلية وتلك الممتدة داخل البحر، ولم توفر الجهات المنفذة للمشروع أي فرص عمل للمواطنين المحليين هناك. أمرت السلطات الإريترية أصحاب محطات خدمة السيارات بوقف بيع الوقود اعتبارا من يوم الخميس 15 من أكتوبر الجاري في كل المدن والبلدات، وبالمقابل عادت عصابات السوق السوداء للانتشار في الطرقات وعرض بضائعها من المحروقات بأسعار مضاعفة، حيث وصل لتر البنزين إلى 150 نقفة مقابل سعره الرسمي 50 نقفة. إلى ذلك أصبحت مسألة الوقف الفجائي لخدمات توزيع الوقود إحدى السمات التي لازمت الأداء الحكومي خلال هذا العام، إذ أصبح يصدر أمرا بإغلاق محطات تزويد الوقود مرة كل شهر تقريبا، وحتى الآن لا يعلم أحد كيف تدخل المحروقات المهربة ولمصلحة من تباع بالأسعار المضاعفة، ولما لا تقوم السلطات المعنية بالإجراءات اللازمة تجاه تجار السوق السوداء. تقوم العصبة الحاكمة في أسمرة منذ فترة طويلة بعمليات نهب لثروات البلاد وإيداعها في أرقام سرية في البنوك الأجنبية بأسماء مستعارة، وتستخدم في ذلك بعض رجال الأعمال والتجار المقربين منها في تهريب العملات الأجنبية والمعادن النفيسة من البلاد. وفي هذا الإطار أفادت مصادرنا أن سلطات الأمن في مطار أسمرة الدولي اعتقلت امرأة تدعى يوردانوس كفلزجي بعد ضبطها لمبلغ 70,000 دولار أمريكي بحوزتها أثناء توجهها إلى دبي، وقد أطلق سراحها قبيل لحظات من إقلاع الطائرة بعد تدخل مسؤولين نافذين، والذين أوضحوا لسلطات المطار بأن المبلغ المحتجز يتبع للحزب. كما يتم السماح للمدعوة سمراويت المعروفة بعلاقاتها المشبوهة مع ممثل بعثة إريتريا في جمهورية السودان السفير يوهنستخ لهيمانوت وبحوزتها مبالغ ضخمة من الدولارات بالسفر إلى الخارج مرات متعددة دون مساءلة أو احتجاز المبالغ لأنها مبالغ تابعة للعصابة، ويتم إيداعها في البنوك الأجنبية المختلفة. وتؤكد مصادرنا أن عددا من النساء يقومن بتهريب الأموال من البلاد دون رقيب أو حسيب متسترات تحت عباءة التجارة، ويودعنها في حسابات سرية تابعة لإسياس وزمرته بالخارج، رغم أن القانون الذي أصدرته الزمرة نفسها يضع سقف 10,000 دولار فقط للتجار الذين يسافرون خارج البلاد. ويذكر أن فضيحة سويس ليكس كانت قد كشفت في العام الماضي عن وديعة إريترية تقدر بأكثر من 600 مليون دولار في إحدى البنوك بجنيف، واعتبرت تقارير إعلامية آنذاك الوديعة الإريترية ثاني أكبر وديعة في الخارج. صرح رئيس منظمة مواطنون من أجل الحقوق الديمقراطية في إريتريا سدري الأستاذ سليمان حسين بأن منظمات المجتمع المدني الإفريقية تسعى من أجل العمل والتنسيق مع مجلس حقوق الإنسان الأممي. جاء ذلك في تصريح أدلى به الإذاعة صوت المنتدى بعد مشاركته في الورشة المنعقدة يوم الاثنين والثلاثاء الماضيين بمدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا، والتي دعت لها منظمة عالمية تعمل في مجال حقوق الإنسان والحقوق المدنية، حيث جمعت منظمات المجتمع المدني من حوالي 40 دولة إفريقية. هذا وتعتبر الورشة واحدة من سلسلة ورش تعتزم المنظمة أن تقوم بها بالتعاون مع منظمات حقوقية أخرى في أماكن مختلفة في العالم قبل أن تقدم تقريرها الذي يتضمن توصيات عملية إلى مكتب المندوب السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. في أحدث عملية هروب رياضي تشهدها إريتريا بعد لجوء المنتخب الإريتري في بوتسوانا الأسبوع الماضي، هرب 7 من أعضاء فريق سباق الدراجات بإقليم ما يسمى بالجنوبي إلى إثيوبيا. ووفقا لإذاعة SBS الأسترالية، فإن عضو بالفريق تحدث للإذاعة من إثيوبيا قد ذكر أن الجهات المعنية بالرياضة في الإقليم ظلت تماطل في توفير المتطلبات اللازمة للفريق، ثم تلقى الفريق أوامر من السلطات المحلية بالتوجه إلى معسكر التدريب لأداء الخدمة الإلزامية، مما اضطر 7 من بين أعضاء الفريق ال9 التسلل إلى إثيوبيا وطلب اللجوء هناك. ومن جهتها أكدت إذاعة فانا الإثيوبية عبور متسابقي الدراجات الهوائية السبع يوم أمس الثلاثاء الحدود إلى الأراضي الإثيوبية طالبين حق اللجوء، وأنه تم استقبالهم من قبل المسؤولين الإثيوبيين في منطقة أبا غنا
عند الحدود بين البلدين. نهاية النشر. صوت المنتدى. الجريمة البشعة وبيان وزارة إعلام النظام. خلال اليومين الماضيين كان المشهد الإريتري حزينا مقهورا جراء مشاهدته فيديوهات وثقت بدقة مفصلة جريمة الاغتيال البشع الذي نفذته أجهزة الأمن الإسرائيلي على لاجئ إريتري هارب من جحيم نظام الطاقية المستبد إسياس الذي ضيق مساحة البلاد على العباد. فكل إريتري تمكن من مشاهدة تلك الجريمة النكراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي كان حنقا وغضبانا، والقصة ملأت الحناجر والقلوب من الأسباب التي دفعت بالشباب الإريتري لهذه المآلات. بينما الجميع في هكذا مشهد مأساوي، أطلت وزارة إعلام الطاغية إسياس أفورقي ببيان عن جريمة الاغتيال كان بائسا ومخزيا كحالتها، تحت عنوان اغتيال شاب إريتري عن طريق الخطأ، محملة الجريمة لعصابات الإتجار بالبشر وجهات تتهمها بتسييس هروب الشباب من إريتريا التي أضحت بفعل سياسات الطاقية الرعناء جحيما لا يطاق العيش فيه. فوزارة إعلام العصابة الحاكمة بأسمرة تجاهلت وبشكل مفضوح الاغتيال الهمجي البشع والسحل والركل والرجم بالكراسي والطاولات التي انهالت على الشاب الإريتري الغارق في دمائه تحت أقدام الأمن الإسرائيلي. من جانبنا لا نستغرب هذا الموقف من حكومة غير منتخبة من قبل الشعب لكونها في عداء مباشر معه بسبب انتزاعها السلطة عنوة منه، ولكن ما يدعونا للكتابة ضرورة تعرية محاولاتها الدائبة للي عمق الحقيقة، وكذلك دأبها في غير ملل لتكرار أكاذيبها حتى لا تنطلي على البسطاء من أفراد شعبنا. فحتى الصحافة الإسرائيلية وصفت الحدث بجريمة الإعدام، ناهيك عن دولة تمرق مواطنها في وحل دمائه وأشبع ضربا بكل الأدوات حتى الموت في جريمة موثقة بكاميرات لا تكذب. فكل ما اهتمت به نفي التهمة عنها ومنح عذر مباشر للجهة القاتلة بهدف كسبها كصديق يعد جسر العبور للتطبيع مع أمريكا. لكننا كما قلنا لا نستغرب كثيرا إذا عرفنا بأن الذي يقف خلف جريمة الاغتيال بشكل أساسي هي السياسات العقيمة والقمعية للعصابة الحاكمة في بلادنا. فالفساد السياسي الذي سيطر على إريتريا هو من دفع بهذا الشاب الإريتري للفرار رغم أنفه من موطنه إلى هذه المهالك. وكما يقال في المثل: لا يدفعك إلى المر إلا الأمر منه. فإن لم تكن في بلادك حرا في اختيار من يحكمك وكيف تحكم، فما الفرق بينك وبين المستعبد؟ ليس هذا وحسب، بل تنفذ عليك قسرا سياسات استعبادية عدمية من سلطات لم تنتخبها، سياسات تحقق بها المجموعة الحاكمة مصالحها في استدامة حكمها، مقيدة بتلك التدابير الصبايا والشباب الإريتري في خدمة سخرة وعسكرة بهدف السيطرة عليهم ولجمهم بالضوابط العسكرية عبيدا للسلطان. إن من دفع بالشباب الإريتري إلى ركوب الموت المحقق في البحار والصحاري وعصابات تجار البشر هو واقع سياسات حكم الفرد المستبد، ولا يختلف على ذلك اثنان منصفان. من سخريات القدر وكما يقال شر البلية ما يضحك أن يحمل البيان عنوان مفاده اغتيال إريتري بشكل خاطئ. في بادئ الأمر لا يصدق المرء ما قرأت عيناه أو ما سمعت أذناه، لأن البداهة تستدعي أن يصدر هكذا بيان من الدولة التي قامت أجهزتها بالاغتيال وليست الدولة المرتكب في مواطنها الجرم. ثم يستطرد بيان وزارة الإعلام مطولا بالقول:
إن الحكومة الإريترية تعرب عن بالغ سخطها وغضبها وإدانتها للأفعال الدنيئة والذميمة التي تقوم بها عصابات الإتجار بالبشر. وهنا لسان حالهم كالمريب الذي يكاد أن يقول خذوني خذوني. فالبيان بدل أن يتبنى قضية مواطن مقتول بوحشية وهمجية انشغل بمسألة نفي التهمة عن الحكومة الإريترية والقذف بها بعيدا وبعيدا جدا عن أركان الجريمة، وذلك بوضعها على كاهل شركائه من عصابات تجار البشر. ومع هذا لا يستغرب كل متتبع ومستقرئ لعقلية هذا النظام ما يورده من منطق معوج ومعاكس. فلما العجب وهو الذي يحكم باسم الديمقراطية والعدالة، والشعب الإريتري والعالم كله يعلم أن إريتريا يحكمها فرد مطلق الصلاحيات ودون دستور وقوانين ناظمة. والسؤال الأهم: كم ألف من الشباب الإريتري اغتالتهم العصابة الحاكمة في داخل إريتريا وحجبت جثثهم ومقابرهم حتى عن أسرهم، ناهيك عن وسائل الإعلام الممنوعة في البلاد؟ كم تبلغ أعداد الشباب الذين أعدمهم النظام التعسفي ورمى بهم جثثا هامدة أمام أعين ذويهم؟ كم ألف شاب وشاب إريتري اختطفتهم عصابات الإتجار بالبشر أثناء محاولتهم الفرار من ظلم وقهر السلطة الحاكمة في إريتريا؟ كم ألف بلغ عدد الشباب الإريتري الذين ابتلعتهم أعماق البحار والمحيطات وقبرتهم رمال الصحراء أثناء هروبهم من قتامة حاضرهم ومستقبلهم جراء السياسات التي فرضتها عليهم حكومة الطاغية؟ المجد للآلاف تهدر بالشوارع كالسيول، يدب زاحفها إلى الكف والظلم الطويل. المجد للآلاف تهدر بالشوارع كالسيول، يدب زاحفها إلى الكف والظلم الطويل. المجد للثوار، المجد للثوار، مجد للإصرار، مجد للشهداء، مجد للشرفاء، مجد للشهداء، مجد للشرفاء، للموت الكريم. انطلقت ثورة، انطلقت ثورة، انطلقت شعارات ترددها القلوب. ثورة انطلقت، ثورة انطلقت، ثورة انطلقت شعارات ترددها القلوب. الثورة الحرية الحمراء شمس لا تغيب، الثورة الحرية الحمراء شمس لا تغيب. الثورة التطهير يرجع هيبة الحكم السليم. الثورة التحرير للثوار من كل الشعوب. الثورة الإيمان قاد الشعب لليوم الرهيب. صانع التاريخ يا شعب الذي سحق الضلال، المجد لك، المجد لك. ما أسهرت في الأرض ألوان النضال، الخلد لك، الخلد لك. يا صارم القسمات يا حي الشعوب.
الشعب أصبح مرجلا يغلي، الشعب أصبح مرجلا يغلي، الشعب أصبح مرجلا يغلي، الشعب أصبح مرجلا يغلي وبركانا يفور. دعني أنقلك إلى محور آخر أستاذ حاج، وهو أن المجلس الوطني الإريتري للتغيير هو جسم سياسي معارض يتكون ويعمل ويعني يتفاعل مع العمل المعارض من أرضية أنه منطلق من دولة مستضيفة له كتكوين سياسي وهي إثيوبيا. الكثير طبعا ينظر إلى هذا كعامل ربما عامل إضعاف، وآخرون ينظرون إليه ربما كعامل قوة، يختلف كل على حسب توجهاته وأجندته. اليوم هذه الدولة المضيفة يؤخذ عليها أنها تتحكم كما يعني قد يحاجج الكثيرون أنها تتحكم في قرارات المجلس، في سير المجلس، في أيضا خلافات المجلس. فإلى أي مدى هذا حقيقي؟ ما هي علاقة المجلس بالدولة المضيفة له؟ هل لك أن تضيء لنا هذه العلاقة بشكل أوسع للفائدة؟ بالنسبة للمجلس طبعا هو مش كله موجود في اثيوبيا. يعني هو فعلا المؤتمر انعقد في اثيوبيا، ولكن الناس اللي شاركوا فيه زي ما ذكرنا من مختلف بقاع العالم، وأعضاء المجلس منتشرين في معمورة. صحيح المقر حاليا مكاتب والعمل اليومي والروتين موجود في اثيوبيا ايضا، لكن يعني الفروع برضو موجودة في القطاعات كلها، قطاع اوروبا، قطاع شمال امريكا وكندا واستراليا والسودان والشرق الاوسط، كله يعني فيه اعضاء مجلس وفيه فروع يعني منضوية تحت المجلس، يعني بتعمل نشاطاتها زيها وزي المعارض الباقية وكده. من الناحية السودين أو الدولة المضيفة في اثيوبيا هي طبعا تعتبر دولة صديقة، والائتلاف الحاكم في اثيوبيا هو من أوائل الدول اللي اعترفت باستقلال إريتريا. والآن يعني نحن بتجمعنا مصلحة مشتركة، النظام الدكتاتوري في إريتريا يعني بيمثل عامل عدم استقرار في المنطقة، وأنت زي ما عارفة بالضبط يعني عمل إشكالية للمنطقة كلها، وخاض حروب يعني عبثية مع جيبوتي ومع اليمن مع اثيوبيا، فبالتالي يعني مجمع عليه انه هو عامل عدم استقرار في المنطقة، وبالذات يعني اثيوبيا يمكن يعني هو يعني اسقاط النظام او زوال هذا النظام بيمثل يعني على حسب السياسة الاثيوبية، وإنه يعني هم عشان يتفرغوا لتنميتهم عشان يعملوا في يعني باستقرار، وباعتبار استقرار إريتريا هو يمثل استقرار اثيوبيا والعكس صحيح. هذه وفي الأول يعني نحن هذا النظام يعني جاسم على صدر شعبنا، ونحن المسؤولين من إزالته، ونحن المتحملين هذه المسؤولية، ومسؤولية إسقاط النظام هي مسؤولية الإريتريين يعني نعم. قبل وكل شيء. والعامل بتاع دولة الجوار، سواء دول الجوار سواء كان اثيوبيا وقبلها السودان وغيرهم، هو عامل مساعد لا أكثر ولا أقل بفهم أنا. أنت زي ما عارفة أي دولة لها مصالحها ولها
أجندتها ولها يعني أشياء يعني نحن يعني ما بصدد الآن الحديث عنها، مهم. لكن معروف إنه أي دولة لها مصلحتها. يعني اثيوبيا ما تدعم المعارضة أو أي بالتأكيد. دولة أخرى برضو عشان تخش الجنة يعني. طبعا يعني العمل يعني تحكم مصالح بالتأكيد مصالح مم. مصالح زي مم. ما يعني إيران عندها مصلحة في العراق، وزي ما كل الدول. فبالتالي دي برضه نفسها هي. يعني إذا جينا في العامل بتاع القرارات والتحكم والكلام اللي قلتيه، مم. يعني يمكن يعني الإثيوبيين يعني أو الحكومة الإثيوبية العلاقة يعني مبنية على الكلام اللي قلته في الأول أنا، إنه مصلحتنا في ذلك النظام مشتركة هي، لكن إسقاط النظام نحن في كذا يعني يمكن لقاءاتنا في كذا يعني الكلام ده مؤكد عليه إنه يعني كثير من الإريتريين أو معظم القوى السياسية الموجودة في إثيوبيا بتعرف هذه المسألة، إن إسقاط النظام هي من يعني مهمة الإريتريين يعني. مهم. يعني هنا أو هناك الإريتريين، أنا وأقول وكرر إنه الإريتريين إذا نحن كنا ناس يعني حريصين على مصلحة البلد وعلى مصلحة الشعب الإريتري وعلى استقلالية قرارنا السيادي والوطني، فبالتالي يعني إذا كل الإريتريين حريصين على الحتة دي ما أظن حيكون في هناك يعني حيلقى يعني سقرة أو حيلقى طريقة يملي فيها يعني قرارات يعني. مم. فدي تتوقف، أنا أقول على الإريتريين أستاذ عمال، تتوقف على الإريتريين والتنظيمات الإريترية والناس العاملة هناك. إذا يعني أي إريتري ينطلق من هذا الفهم إنه يعني القرار الإريتري المستقل، إذا يعني الناس حريصة عليه وحافظت عليه، ما حيكون في ناس آخرين يملى عليهم قرارات يعني. نعم نعم ولكن يعني هو هذا الموضوع بالتأكيد سيكون مثار اختلاف وجدل يعني التأثير على القرار السياسي لأي تجمع سياسي يعني من قبل دولة مضيفة وممولة لوجوده يعني ليس بالشيء السهل، وخاصة إذا أخذنا في عين الاعتبار أن النظام يعني دائما يستخدم هذه الورقة لتحريض الداخل وغير الداخل أيضا. يعني حتى جزء كبير من المعارضة ربما لا يرضى عن هذا التدخل المباشر من قبل إثيوبيا في صنع القرار المعارض الإريتري، وأن يكون له مستقبلا دورا في صنع القرار السياسي لإريتريا المستقبل أستاذ حاج. ولكن دعني أقول لك يعني أسألك كيف لهذه المعارضة أن تستفيد من وجودها، وخاصة أن هناك قطاع كبير من الإريتريين الذين هربوا من هذا النظام وموجودين في إثيوبيا. هل هناك يعني تفاعل وتفعيل واستفادة من هذا الوجود الكبير لهذا الكم الهائل من الشباب الذين موجودون يعني الآن في إثيوبيا ويشكلون يعني قطاع كبير من المعارضة وإن لم تكن فعالة سياسيا؟ كيف هي العلاقة وكيف هي هل هناك مرونة من الدولة المضيفة أن تتعامل يعني هذه المعارضة ممثلة في المجلس مع هذا الكم الهائل من المعارضة الممثلة في المهجرين والهاربين من نظام أفورقي؟ والأهمية تكمن في الحتة دي عمل، لأن زي ما قلت يعني الإريتريين الموجودين في إثيوبيا اليوم باعتبار إثيوبيا دولة جارة يعني، أو رضينا إريتريا يعني دولة جارة يعني زيها وزي السودان وجيبوتي ودولة محادة لإريتريا، وده يعني العامل الجغرافي حتم علينا إنه نحن جيران وموجودين مع بعض وحيظل هكذا يعني. ونحن ما نقدر حس نشيل إثيوبيا ونجيب بدل تشاد ولا أمريكا ولا أي دولة تانية. عليه دي هي تكمن في المسألة هذه العلاقة المفروض الناس يعني الأنظمة زايلة والشعوب حتكون باقية والأرض حتكون باقية والجغرافيا حتكون موجودة
على الأساس ده نحن المفروض نظرتنا تكون من الأساس ده. مهم. أنا معاك إنه يعني الدولة لما تكون يعني بتمول، والدولة مهم. لما تكون تكون في أشياء، في رسائل بتمر، يعني حتى لو ما بقت مهم. بشكل إشارات ربما، مهم. يعني حتى الخلافات الموجودة في مثلا ما بين الإريتريين بحد ذاتهم، يعني حتى الخلافات الموجودة، يعني بعض العناصر، بعض الناس القريبين من الملف المعارضة، يعني يمكن يمرروا رسائل خاطئة بقصد أو بدون قصد، وهذه الرسائل يعني في مجملها يفهم منها تأييد أو توضيح، أو مهم. وهذه يمكن بتعمل برضو في يعني إشكاليات في الخلاف، يعني بدل الخلافات تتحل مهم. يعني بتلقي طرف يعني يحسبها لصالحه ضد. مهم. وهذه الأشياء يعني أنا ما يعني هي يمكن من المآخذ الموجودة، لكن دي برضو ما نقدر نحملها يعني مهم. كلها للجانب الأثيوبي زي ما قبل الإريتريين. مهم. يعني هل قضايانا نحن حريصين عليها؟ هل دائما نحلها في الداخل؟ هل مهم. نحن ما نلجأ، يعني الأولوية تكون نحن الحوار الداخلي والتفاهم الداخلي ومزيد من الحوار؟ إذا نحن مثلا يعني صادفتنا مشاكل نحلها كيف؟ نعم. يعني كيف؟ هل نلجأ لأطراف خارجية، أم يعني نحن بندي الأولوية لنفس؟ مهم. هذه كلها أشياء يعني فيها إشكاليات، والأطراف واللاعبين فيها كثر، يعني نعم ما نقدر بالتأكيد. نحمل. نعم. أيوه. مهم. فبالتالي يعني الأشياء دي موجودة، أنا ما أقدر أنكرها، لكن برضو ما أديها بالصورة الناس اللي تتكلم فيها وننظر لها بنظارة سوداء أو يعني طريقة سلبية كلية نعم. تماما، إنه أسلوبية ما تنفع أو أسلوبية كده هي، يعني في مجمل الأشياء هذه مهم. كلها مترابطة مع بعض. يعني عليه زي ما قلت أنت، يعني جانب من الإريتريين، يعني سواء كان في المعسكرات، سواء كان في المدن، الإريتريين كتار موجودين هناك، مهم. يعني موجودين منخرطين في التنظيمات السياسية، حتى الما منخرطين في التنظيمات السياسية أيضا يعني يظهروا ويتفاعلوا في العمل العام. هناك برضو إشكاليات، أنا زي ما قلت لك برضو في تعامل القوى السياسية ويعني مع الجماهير بشكل عام، وبالذات في الناس اللاجئين الجدد اللي يجوا في المعسكرات زي مهم. ما ذكرتي. مهم. ربما يعني ما يكونوا زي ما كان ينتظروا، وما يلقوا الحاجة اللي كان ينتظروها، بالضبط. إنه مثلا الناس يعني ما متوحدين، يعني وهذا ما ما أعنيه يعني أيوه بالضبط. يعني عموما لاحظنا حاج إنه أيوه يعني التنظيمات السياسية يعني هي دائما أقل عطاء وأقل تفاعلا مع متطلبات اللاجئ الإرثي. يعني كل الأعمال التي أنجزت اليوم على مستوى دعم اللاجئين، دعم الذين يتعرضون للمهالك وللسرقة وللاحتجاز من قبل عصابات البشر، وكل هذا يتم دعمهم ومساندتهم من قبل الناشطون في المجال الإنساني والمدني. التنظيمات السياسية إلى الآن لم نرى لها يعني بشكل عملي وفعال خطوات يعني جادة وعملية في هذا المجال، وخاصة إثيوبيا. لذلك سألتك يعني هل لنا مثلا يعني نماذج معينة في العمل المعارض من قبل المجلس أو غيره من تنظيمات سياسية دعمت هذا الكم الهائل من اللاجئين في إثيوبيا مثلا، وهي أقرب دولة لنا. السودان نعرف بحكم أن الدولة هناك يعني على علاقات وثيقة وأمنية واتفاق أمني، ولا مجال لأي دعم واضح هناك. ولكن إثيوبيا أكثر مرونة إذا أردت، لكن هو عمليا لا هو نرى أي شيء، يعني هو لا هو نسمع. في هو يعني يمكن زي ما ذكرت الضعف موجود، يعني في يعني
ما اقدر اقول لك انا حاسه في دعم يعني للاجئين او في، لكن العمل برضه يعني التنظيمات السياسيه ايضا. انا اذكر لما كنا في التحالف الديمقراطي الاريتري، مهم. يعني في دراسات يعني ومسح جرى للاجئين الاريتريين والشباب اللي يجوا هاربين من هناك، والقضايا اللي يتعرضوا لها والاشكاليات، ثم يعني رفع هذه القضايا إلى الجهات الموجودة مثلا محليا في سيدي، والناس يعني إسكان اللاجئين، الناس المسؤولين من استقبال اللاجئين والمنظمات الدولية. يعني الناس عملت في المجال ده، هو بس تبلور وانعكس، وفي الإعلام الناس تناولته، سواء كان الإعلام المسموع أو المقروء. أنا ما يمكن ما نعم. أخذ حيز كبير، مهم. لكن ما معنى انه ما في شغل بقى. انا ما يعني مساله الضعف ومساله انه ما من مستوى الطموح ده موجود، لكن برضه الحاله ما صفريه، ما حاله انه مثلا ما عملوا فيها او ما في اي محاولات بقى في نعم. الاتجاه ده يعني. نعم. فعمل بقى. وانا اذكر حتى لما كنا في التحالف يعني كان في مكتب مسؤول، يعني مسؤوليه مباشره من هذه الاشياء، ومن مباشره اللاجئين وقضاياهم وعرض قضاياهم الى الجهات مسؤولة والمنظمات الداعمة، وهذه الأشياء كلها كان يعمل بها. برضو يعني المجلس أنا أذكر كان في الدورات اللي فاتت يعني كان في مكون مكتب بخصوص متابعة اللاجئين، وحتى كان عنده تواصل مع المنظمات الدولية وكده يعني. نعم. لكن باعتبار القضية هي أكبر من المجلس وأكبر من التنظيمات السياسية، مهم. فبتبقى يعني حالة يعني قليلة جدا، وتبقى حالة ما تذكر، لأن المسألة زي ما أنت عارفة يعني كبيرة جدا ومأساة. ويعني الآن بالضبط. يعني السجلات بتاع المنظمات الدولية تقول إنه يعني 5000 شهري إريتريين ينزحوا إلى السودان وإلى أثيوبيا وكده. بالضبط. وبالتالي ده إذا قارنته مع إمكانيات التنظيمات السياسية، إمكانياتها متواضعة جدا جدا، مم. مكونة من أفراد هم ذاتهم في حاجة إلى يعني بالضبط. ناس عايشين في المهجر، ومبادرات هي وما أكثر من كده. مهم. ناس يعني كونوا نفسهم وسموا نفسهم تنظيم وتأطروا وعملوا لهم عناية، فبالتالي يعني أكبر من تحديات يعني كبيرة بالتأكيد. تحديات كبيرة هي بالتأكيد. هي الإشكالية الموجودة يعني. نعم. إذا يعني لا نريد هنا أن في هذا الحوار أن نكون يعني سلبيين في تناولنا لهذا الموضوع، ونحن ندرك حجم التحديات على المجلس وعلى على المعارضة بشكل عام، وإن كانت التحديات في الداخل هي أكبر. ولكن دعني يعني أسألك، ما هي آفاق العمل المشترك مع مكونات المعارضة الإريترية الأخرى رغم التحديات التي يواجهها المجلس الآن؟ هناك أطراف أخرى ليست في المجلس وتعمل، وهناك ناشطون، وهناك يعني تيارات أخرى نشطة في العمل السياسي المعارض. كيف هي العلاقة بين المجلس وهذه التيارات؟ صحيح، هو المجلس يعني ما يمثل كل المعارض الإريترية، مهم. وما كل الناس منضوية تحت المجلس. والمجلس يعني يمكن في الفترة الأولى الناس يعني كانت تقول إنه المجلس الوطني بدون كل المعارضين وكل الإريتريين اللي بيعارضوا موجودين داخل المجلس وكده. صحيح. إذا جينا في الكم، يمكن أكبر عدد يعني سواء كان من التنظيمات السياسية أو من المنظمات المدنية يعني، وبالذات في السنوات الأولى كلها أو معظمها لو ما قلنا كلها انضمت في المجلس. يعني دخلت يعني قريب يعني 15 تنظيم سياسي وحزب سياسي كان موجودين في المجلس للآن. مهم. والفترة دي يمكن كانوا قريب 20 فيما بعد، بغض النظر عن فعالية هذه التنظيمات يعني، لكن كلها الكم ده كله موجود في المجلس. مهم. أيضا المجتمع المدني يعني لو ما بقى أكثر ما يكون أقل من ده، برضو موجودين مستقلين، موجودين ناس يعني جو منتخبين من أقاليمهم، من أستراليا، من أمريكا، من الجماهير الإريترية اللي جات مثلت يعني مناطقها في أواسا برضو دخلت المجلس.
فبالتالي يعني عدد هائل هو الموجود داخل المجلس. وده هو يمكن السبب اللي كان الجماهير الإريترية يعني كانت وضعت آمال عريضة على المجلس، وزي ما أنت قبل ذكرت في افتتاحية مهم. اللقاء إنه الإريتريين استبشروا بهذا المجلس وفرحوا وكانوا مسرورين وكانوا يعلق عليه آمال عريضة، لكن للأسف يعني الأمور يعني ما مشت زي ما الناس كان تتمنى. وعليه يعني الآن يعني إذا جينا حس وقيمنا أو شفنا الساحة الأريترية صحيح زي ما أنت قلتي مهم. بغض النظر عن عددها في منظمات وفي تنظيمات خارج المجلس يعني. وهذه يعني نحن من بداية تأسيس المجلس كنا نقول حتى الناس اللي ما دخلوا المجلس أو ما دخلوا هذا الإطار يعني الباب مفتوح، ونحن لو ما الإشكاليات اللي دخلنا فيها كان في برنامج إنه الناس يعني تتحاور مع التنظيمات أو مع المنظمات الموجودة في المجلس، والناس تفكر في إنه تعمل إطار أكبر باعتبار المجلس حتى لو بقى اسمه المجلس الوطني، لكن يعني ما يمثل إلا الناس اللي أسسوه والناس اللي كونوه يعني. مهم. فبالتالي الناس اللي ما دخلوا المجلس اللي ما دخلوا المؤتمر الوطني مهم. يعني من حقهم الناس تتفاوض معهم ونشوف إطارات أكبر يعني بتجمع يعني كل الناس دي في بوقة واحدة وفي برنامج حد أدنى، والناس تراجع كل العملية، لأن زي ما قلنا نحن قبل يعني فات من عمر المجلس 5 سنوات، والناس كان عندها وجهة نظر في تكوين المجلس، وبعض الناس كان ترى انه يعني في اشكاليات في تكوينه وفي تاسيسه وفي الاسس المدعاة له. الان الناس اللي دخلوا المجلس الموجودين داخل المجلس برضه لهم تقويماتهم، فالناس لا الناس اللي دخلت المجلس ما مشت كويس ولا الناس اللي ما دخلت المجلس برضه ما مشت كويس. نعم. فبالتالي المفروض الآن دي محطة الناس تراجع فيها نفسها وتشوف الإخفاقات اللي حصلت وتقيم التجارب من الجانبين، الجانب اللي كان ارتدى انه دخل المجلس والناس اللي ما دخلت برضه، لان نحن يعني عشان نواجه هذا النظام وعشان نسقط هذا النظام ده فيه ماسك البلد وفيه ماسك الثروات وماسك الشعب وماسك الاشياء دي كلها، و يعني خلافاتنا هو يستثمر فيها. مم. يعني كان ما يعني بقينا على قلب رجل واحد، وكان ما توحدنا، وكان ما يعني طمنا الشعب الإريتري في الداخل وقلنا والله نحن موجودين مع بعض وقاعد نشتغل مع بعض وحنشتغل مع بعض، ويعني تطمينات رسائل تطمينية كان ما أرسلنا إلى الداخل. يعني مساحة الداخل حتبقى ثقيلة ويكون في ثقة، وبالتالي نحن مطلوب مننا كل الأطراف تراجع نفسها نعم. وتقيم من جديد، والأشياء دي موجودة الآن. حتى الانفتاح اللي قلت له الناس يعني في المجلس نحن حسي يعني علاقاتنا مثلا على مثلا مع المنتدى الحوار مم. الوطني، واللي هم مدرخ يعني علاقات يعني بدأت الناس تتحاور وعندهم برنامج والناس حتشارك فيه، نعم. برضو آخرين موجودين، فحيكون في عمل في المرحلة الجاية والناس نعم. كلها يعني يمكن يعني ما حيكون في إشكالية. يعني نعم. إحنا الشتات الموجود ده والتفرق الموجود ده يعني الناس الآن العمل المعارض بكثرة وموجود زي ما أنا قبل أسلفت وذكرت، لكن ده له لملمة، ده له قيادة، ده له بالتأكيد. تنظيم، وبالتالي الناس كلها متنبهة بالتأكيد. يعني ما عندنا مشكلة في المسألة. نعم بالتأكيد نتمنى يعني أن يلتئم شمل أطراف المعارضة بشكل عام، والآن بالتحديد في هذه المرحلة الحرجة من عمر المعارضة ومن الوضع، يعني من إذا نظرنا إلى الوضع الداخلي، وهذا ما أريد أن أنتقل إليه الآن في نقاشي معك، وهو يعني الوضع الداخلي الحرج جدا في إريتريا وإمكانيات التغيير. المجلس وإن كان يعاني لابد أن يكون هناك من رؤية عامة تبلور موقفه من الوضع الداخلي في إريتريا ومن دوره كمجلس أو في التغيير. ما هي هذه الرؤية
إذا أردنا أن نتلمسها قدر الإمكان رغم كل المعيقات؟ هو نحن طبعا بنعتبر انه العامل بتاع الداخل عامل مهم وعامل حاسم، ويعني كل الفئات الموجودة في الداخل سواء كان يعني الجيش، سواء كان الناس اللي في الخدمة المدنية، سواء الشعب بأكمله بشكل عام، لابد وأن يكون جزء من هذا الحراك ومن هذا التغيير، ولا بد وأن يحصل يعني تناغم وتنسيق ما بين الداخل والخارج حتى أن نصل للهدف اللي نحن ننشده. والآن يعني زي ما كلنا متابعين، يعني الداخل ما زي ما في الأول لما كان قبل 4-5 سنوات ولا 7 سنوات. الآن مختلف تماما، ونحن يمكن يعني الناس يعني في الأول كانت يعني بتستهين، أو كمان خلينا أقول الناس كانت ما تتوقع أن تجي حاجة من الداخل، لكن يمكن المحاولة بقت من في يناير بقيادة علي حجاي، يمكن أثبتت للناس أو أثبتت للكل أنه ممكن الداخل يعمل، وممكن الداخل يعني إذا لقى سند من الخارج، وإذا لقى يعني الناس نسقت وعملت مع بعض وتم إيصال أو يعني توصيل الحلقات مع بعض عشان كل يعني ده جزء وذاك جزء مكمل لبعض. فبالتالي الآن النظام يعني في أضيق حلقاته، ويمكن نظام الشمول في إريتريا الآن يعني الناس يعني كل الجنرالات وكل الضباط وكل المسؤولين الآن نسمع بهروبهم باعتقالاتهم يعني يعني الوضع في الداخل فيه حراك، فيه عمل ماشي، ولو انه نحن يعني المعلومات ضئيلة جدا لضخامة المراقبة وللأمن وتكميم الأفواه الموجود في الداخل بالتأكيد. أيوة يعني ولكن المجلس بحد ذاته أستاذ نور، يعني ما هي استراتيجيته، رأيته أنه يعني كيف سيكون تحركه نحو التغيير في الداخل؟ يعني ما هو دوره في هذا التغيير؟ هو دور المجلس هو دور أساسي، ودور يعني لكن يعني دور مكمل للداخل. هو مش يعني المجلس بنفسه يعني حيعمل معارك ويحرر من مدينة لمدينة ومن قرية لقرية، لكن هو استنهاض الجماهير الأريترية في الداخل وربط الداخل بالخارج، ويعني عشان حتى الجيش الإريتري عشان يكون جزء من هذا التغيير المنشود. يعني المجلس سواء كان عبر الآليات اللي عنده لها، إذا تجاوز هذه الأزمة اللي هو قاعد يعيشها في استراتيجيته هو يعني نفس يعني استنهاض الجماهير الإريترية بشكل عام، وتكامل الداخل مع الخارج عشان الناس تسقط هذه الزمرة. يعني دي يمكن الاستراتيجية الموجودة للمجلس يعني. نعم. عموما نحن نتمنى أن تلتئم كل هذه الجهود لدعم الداخل وللتغيير الذي نتمناه أن يكون سريعا وداعما لشعبنا في الداخل. وكنت سعيدة جدا اليوم بمحاورتك أستاذ حاج عبد النور حاج، رئيس المجلس التشريعي للمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي ونائب رئيس الحزب الديمقراطي الإريتري. يعني أسعدتني بهذا اللقاء وأشكر لك هذه المساهمة القيمة. شكرا جزيلا أمال، وأنا بدوري أشكركم لإتاحة الفرصة لي الحديث عن المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي. يا هلا بك، ونتمنى التوفيق لهذا المجلس ولكل فروع المعارضة في كل مكان. تحياتي لك. شكرا. يا هلا. صوت المنتدى.
بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام ساعة اليوم، وحتى نلتقي وإياكم في الأسبوع المقبل كونوا بخير.